السلام عليكم، ازيك يا عبد الرحمن؟ أنا اسمي سلمى، عندي 25 سنة. قضيت أكتر من 3 سنين من عمري في علاقة كنت فاكرة إنها هتنتهي بفرح، فستان أبيض وزغاريط. كنت أنا وعلي شبه مخطوبين بس من غير شبكة أو كتب كتاب. علاقة جدية جدا. كان بيقولي أنا ناوي عليكي بس مستني الظروف تتحسن. كنا بنحكي كل تفاصيل يومنا لبعض. بيصحيني الصبح ونتكلم قبل النوم. كنا بنتخانق طبعا زي اي اتنين، بس كنت دايما بحس انه ده حب بجد، حب فيه امل. انا ضحيت عشانه كتير، رفضت عرسان كتير، واتخانقت مع اهلي لما ضغطوا علي اقطع العلاقة. كنت بقول لنفسي انا اخترت وقلبي مطمن، لحد ما في يوم اختفى. ايوه حرفيا اختفى. كلمته ما بيردش، رسائل مفيش، واتساب بلوك، فيسبوك بلوك، حتى الانستجرام. افتكرت ان حصل له حاجة، فضلت اتصل بصاحبه برضه مفيش رد. عدى اسبوع واتنين وانا قلبي بيتقطع ودماغي مش قادرة تستوعب. وبعد شهر صاحبتي بعتت لي صورة وبتقول لي سلمى مش ده علي؟ مش ده فرحه؟ قعدت ابص على الصورة يمكن اكون بتخيل، لكن لا. هو واقف لابس البدلة ماسك ايد واحدة غيري، وشها مش غريب عليا. دي كانت زميلتنا في الكلية. أنا في اللحظة دي حسيت إن قلبي اتكسر. قعدت على الأرض مش قادرة أتنفس. إزاي بعد كل ده يتجوز واحدة تانية، ومن غير حتى كلمة وداع، من غير حتى ما يواجهني ويقولي أنا مش عايز أكمل. دخلت في حالة اكتئاب مرعبة. سبت شغلي، بقيت بصحى متأخرة، ما باكلش، ما بكلمش حد. قعدت 6 شهور في أوضة ضلمة. كل اللي في دماغي أنا كنت إيه بالنسبة له؟ إزاي كده؟ أمي كانت دايما تدخل عليا وتقولي يا بنتي ربنا بيحبك وبيبعد عنك أي حاجة وحشة. بس أنا كنت شايفة إن ده مش حب ربنا. كنت شايفة إني اتدمرت، إن الحياة ظلماني. وفي يوم وانا قاعدة ببص في المراية لقيت واحدة مش انا، شعر مبهدل، عيني منفخة من العياط، وش بيقول انا ضعيفة ومكسورة. وقتها قلت لا، مش هو اللي كسرني، ده انا اللي سبت نفسي انكسر. قمت غسلت وشي وقلت لو ما حبيتش نفسي محدش هيحبني، ولو فضلت استنى اللي يوجعني يجي يطبطب عليا عمري ما هقوم. ودلوقتي انا عايزاك تدعيلي كتير، وعايزة اعرف ازاي اتعافى بسرعة. اولا انا حابب اقولك يعني ربنا يطلعك من الازمة اللي انت فيها دي بكل سلامة وعافية ان شاء الله. ترجع احسن من الاول واقوى من الاول. وهي الحياة يعني انت لازم تخلي عندك امل في الله ان هيجيلك اللي احسن منه. وطول ما ربنا بعده عنك يبقى كان خير ليكي. الخير انه يبعد عنك. واضح ان هو لو كان اتجوزك كان هيبقى شر ليكي. ربنا بيعمل اكتر حاجة فيها الخير واحسن حاجة فيها الخير. فانا عارف ان الموضوع صعب، ان انت كمان حبيتيه وقعدتي فترة كبيرة معاه. بس ان شاء الله هتعرفي تعدي الازمة دي. وطبعا هديكي حلول دلوقتي عشان تتعافي بسرعة. طبعا الازمات العاطفية التعافي فيها بيبقى صعب شوية ومش بسهولة بيعدي، لان دي علاقة حب يعني انتي ما شاء الله بتقولي حتى كنتوا يعني مع بعض على طول والعلاقة كانت كويسة. فانا اقول لك على شوية خطوات تتبعيها وان شاء الله تطلع من الازمة بسرعة. اولا، اول حاجة قربي من ربنا، صلي، اقري قرآن. طب ماشي، دي حاجة. تاني حاجة، اشغلي نفسك. اشتغلي، اعملي حاجة في البيت. والله روحي الجيم. مارسي حاجة هواية. اشغلي نفسك. طول ما انت هتفضلي مشغولة وهتفضلي يعني في طريق ربنا وهتصلي وهتقري قرآن وقربي من ربنا وادعي ربنا انك تنسي بالحاجات اللي انا بقولها لك دي فترة بفترة، شوية عن شوية بشوية، هتلاقي نفسك بدأتي ترتاحي شوية وبدأتي تنسي. وان شاء الله باذن الله تعالى هتتعافي وهترجعي زي الاول واحسن. وبالعكس ده انت هترجعي اقوى من الاول، لان انت دلوقتي اتعلمتي. وطبعا انا عارف ان في ناس ما بتتقيش ربنا. يعني هو لما راح اتجوز
اتجوز كده فجأة بدون ما يقولك وبدون حتى ما يمهدلك، فانت حاليا في صدمة وحاسة نفسك انك في حلم كابوس، لا انا مش في الحقيقة، لا انا عارف الحاجات اللي بتدور في دماغك وكلام زي كده، بس انا عارف ان شاء الله هترجعي زي الاول واحسن. بس انت قربي من ربنا، صلي، اقرأ قرآن وادعي، وانا هدعي لك ربنا ينجيكي ويطلعك من الازمة اللي انت فيها وترجع احسن من الاول ان شاء الله. ان شاء الله تبقي بخير وتبقي احسن من الاول. دي كانت قصة النهاردة، ونشوفكم ان شاء الله في قصة جديدة. الى اللقاء.